السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أصدقاء المهنة، أهلا بيكم. النهارده عايزين نتكلم على حاجة. العميل بتاعنا بيزعل منا في إيه؟ بيخلي باله من إيه وإيه اللي ممكن يزعله؟ كان زمان بيعلموها لنا بيسموها مومنت اوف تروث، اللي هي لحظات الصدق والحقيقة. إيه هي؟ أول حاجة العميل بيحكم عليك من الباركنج بتاع المكان اللي هو الجراج بتاعك. يفضل يكون عندك حد، لو مكان فيه سيارات كتير يعني أو عربيات كتيرة، يبقى عندك بالك، يبقى عندك واحد بيركن العربيات يعني، ويبقى لابس يونيفورم برضه المطعم بتاعك او الفندق او بتاعك، يبقى برضه حاجه لطيفه. بينظم خروج الناس ودخول الناس، دي حاجه مهمه قوي. تاني حاجه بيبدا يحكم على الانترنس بتاعك، المدخل بتاع المطعم. قبل المدخل هو بيبص على الاورينج بتاعك، على اليافطه مضاءه مصانه نظيفه متظبطه، المدخل بتاعك سلالم نظيفه، مفيش فيه حاجه في الارض عايزه تتكنس او كلام من ده. ده حاجه مهمه قوي بتلفت نظرك. بعد كده اول ما يطلع السلم بتاعك على طول انه تيجي على الهوست او اللي هيفتح له الباب. مين اللي هيستقبله؟ يفضل يكون عندك هوست لو انت كاجوال دايننج ريستورانت او فاين دايننج، يبقى عندك حد بيقابل الناس. ويفضل لو مطعم دورين يبقى في عندك هوست تحت وهوست فوق، بينهم تواصل بالووكي توكي او وات ايفر او على الموبايل ايا كان. عندي 3 اماكن، عندي 6 اماكن، عندي مكان كذا، عندي مكان على الفيو، عندي مكان في وسط المطعم، على حسب مكانك ايه. ودي حاجه مهمه جدا، تنظيم ودخول وخروج الناس، دي حاجه مهمه قوي. كمان انت بتحيي الجست، بتقول له مساء الخير او باي تحيه مناسبه. دخلك بيبدا يدخل على المكان، لو هيطلب تيك اواي بيدخل على التيك اواي، لو هيطلب دايننج روم بيدخل على الدايننج روم. من الحاجات الوحشه قوي ان اوقات الواحد لاحظها انه يدخل على التيك اواي يلاقي مفيش حد على الكاونتر او على الكاشير، فيبدا يسال يا جماعه مفيش حد هنا، يبدا يبص كده يبقى متضايق. دي حاجه مش حلوه. لازم اي حد متواجد في المكان ده، حتى لو الكاشير مش موجود يا جماعه بيصلي او في اي مكان، يبقى في واحد واقف مكانه، حتى لو المدير، حتى لو السوبرفايزر، ياخد اوضات عبال ما الراجل يرجع مكانه تاني، بس المكان ما يبقاش فاضي. لو هيقعد دايننج روم والهوست قعد الجست، الضيافه يعني قعدت العميل بتاعنا في مكانه المناسب، على طول تنزله المنيو وتسيبه 3 4 دقايق يقرا المنيو وتصفحه. العميل بعد ما يقرا المنيو يحطه على جنب او يحطه قدامه كده، يسيك تمام ان هو جاهز انه ياخد اوردر، فعلى طول تنزل له تاخد منه اوردر. دي حاجه مهمه قوي. مهم قوي انك تشرح للعميل بتاعك المنيو، اصنافه ايه وده بيعمل ايه، طرق التسويه كذا كذا كذا، الاصناف الجانبيه ايه، تبقى انت على المام جامد بالمنيو بتاعك. دي حاجه مهمه. بعد كده يبدا يتوقف بقى ايه عند موضوع السيرفيس تايم. تقول له كل اوضه ياخد كذا، المقابلات تاخد كذا دقيقه، 10 12 على حسب. المشروبات هتنزل لك بعد 2 3، ممكن لك لا خلي المشروبات مع الاكل زي ما هو عايز، زي ما يحب، مش مشكله. بعد كده بقى تتفرج على الاماكن بتاعتك بقى ايه، واتشنج ذا كرو ان ذا اكشن، وفولو اب ذا امبيانس او الاتموسفير بتاعك. بيبدا يبص بقى التكييف شغال، الصوت، الموسيقى عاليه مش عاليه، مناسبه، تكييف، الجو برد الجو حر، المكان نظيف، الديكور عامل ازاي، الاستاف بيعملوا ايه، هل هم فعلا بيشتغلوا ولا حاسس ان هم بيضيعوا وقت. لو العميل لقاك عندك زحمه وانت بتبذل قصارى جهدك انك تخدمه، ده حاجه بتساعده جدا. لك مش مشكله، اصبر عليهم عندهم زحمه، بيقدر الموضوع ده كويس قوي. طيب بعد كده، بعد ما يقعد يطلب الطلب بتاعه، نزل له الاكل في ميعاده كويس جدا يا حبذا. ده حاجه برضه من لحظات الصدق والحقيقه، انك انت تتابع حاجه زي كده. اكل اتاخر يبقى انت لازم تشوف تابع الكيتشن بتاعك. وبعد كده لما بياكل تبدا تساله اخبار الاكل ايه، تعمل تيبل فيزيت بتاعتك، وحتى لو المدير يدخل له اخبار الدنيا ايه، اخبار الاكل ايه كده، برضه بيحس باهتمام. بعد كده نقدر نيجي للنقطه الفاصله المهمه جدا اللي هي الحمامات. لازم الحمامات تتاكد ان فيها سبلايز كلها كويسه، فيها مناديل، فيها صابون، المعطر الجو كويس شغال، لو ديسبنسر او انت بترش بالايد حد من الصف بيدخل يرش من وقت للتاني. والصح ان بعد كل عميل ما يدخل الحمام حد يبص على الحمام بعدين يشوف الدنيا ايه، لانه الحمام بتاعك هو معيار قياس جوده النظافه والخدمه بتاعتك في المكان. فدي حاجه اللي بناخد بالنا منها كويس قوي. طيب لو الاوضه تكوي نفس الخطوات، لكن طبعا ايه بتتابع اوضه وتشوف السيرفيس تايم بتاعه وتجهز له اوضه. اسوأ حاجه يا جماعه ان حد ينسى حاجه في الاوضه التكوي، مش لطيفه خالص. اروح البيت ابص على الاوضه ناقص، يا جماعه اتصل بقى ويعتذر والاوضه يروح له كلام من ده. طب انا دبل تشيك على الاوضه قبل ما يطلع وخلاص. او لو في الصاله حد طالب مين كورس وطالب حاجه مثلا ابيتايزر، ممكن تلاقي الفرنش فرايز بتنزل بعد الاوردر، بعد البيتزا مثلا او بعد الفيليه، بعد الستيك. ده حاجه مش كويسه. يبقى الحاجات دي كلها لو خدنا بالنا منها اكيد هنقدم خدمه كويسه وجوده كويسه. مهم قوي قوي العميل بعد ما يخلص اكل وماشي، حتى لو واخد اوضه تيك اواي، شرفتنا يا فندم اللي ايه لحظات التوديع او الوداع، شرفتنا نشوف حضرتك تاني بشكل لطيف، وافتح له الباب برضه اتفضل مع السلامه شرفتنا يا فندم. ده مهم قوي. المنظومه دي كلها لو عملناها هنضمن رضاء العميل بتاعنا. اتمنى تكون الحلقه دي مفيده او الفيديو القصير ده افادكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني دايما. شكرا، مع السلامه.